مجلس إدارة اتحاد الكرة ونعرف منه الموضوع بالتفصيل. حاج محمود مساء الخير. كيف ازي حضرتك؟ مساء النور. وحشنا حاج محمود. الله يخليك يا كابتن. والله الحمد لله. اخبار حضرتك؟ جيت بالسلامه ولا لسه؟ جيت على الصبح على طول، ما روحتش. جيت عشان النهارده اخر يوم كده، انا من 6 الصبح الناس شغاله، وعشان النهارده اخر يوم تم عمل نفره واستبدال لاكثر من 2300 حاله في القسم الاول والثاني. الحمد لله على السيستم، وكله الحمد لله ماشي بصوره كويسه الحمد لله. الحمد لله. طيب بالنسبه يعني النهارده في تغيير شويه في موضوع ملعب ماتش الاهلي والزمالك. يعني كان امبارح في تصريح من العميد ثروت سويلم ان الاهلي اصلا مش عايز يروح برج العرب، ولكن هو دي الموافقه اللي جابها الاهلي في ملعبين هنا بيفضلوا من استاد القاهره او الدفاع الجوي. وكان هناك تصريحات من المستشار مرتضى منصور ان هو يعني في اتصالات الموضوع يتحل ان يلعبوا هنا. هو كان في كلام النهارده احنا قاعدين ان المستشار مرتضى جاب الموافقه على الدفاع الجوي من الامانه ومن الوزير، لكن يعني حتى الان ما فيش اي حاجات رسميه، واحنا بنسبه اكثر من 90% المباراه في برج العرب. يعني حتى الان ما فيش لسه موافقات على الدفاع الجوي. زي ما احنا في برج العرب، احنا موافقتنا في برج العرب وامننا وحطينا مراقبتنا وحطينا شغلنا، والحمد لله كابتن جواد غندور نجح ان يجيب حكام على اعلى مستوى وخلص كل حاجه، وخلصنا كل حاجه وترتيباتنا كلها على برج العرب وحجزنا كل. طب هل لو نجحوا في اتصالات ان هم يجيبوا يا حاج محمود ملعب الدفاع الجوي استاد القاهره، هل ده هيبقى يعني بالنسبه للنادي الاهلي حد عمل اتصال بالنادي الاهلي؟ ما هو حضرتك هي المشكله ان ده مباراه النادي الاهلي، حضرتك عارف هو الاهلي هو صاحب الحق الاصيل في الطلب او الرفض يعني. لكن هو احنا في استقرار على ان ملعب برج العرب هو الملعب الرسمي للنادي الاهلي حتى اشعار اخر، فهو الموسم ده كله النادي الاهلي وبرج العرب هو ملعبه اللي هيلعب عليه كل مباريات يعني. واعتقد مفيش تغيير يعني خالص. طيب في معايا خبر اتحاد الكوره بيقرر ايقاف القيد لنادي الزمالك، الخبر ده مظبوط؟ بص يا سيدي، انا عمري ما وقفت زي ما اتفقت معاك، احنا بنتعامل مع الانديه حضرتك بمنتهى الاحترام ونفس الشعور، بنحاول ندور على مصلحتهم وبنحاول ندور على مصلحه الانديه. النهارده الحقيقه كان في اتصالات في خلال الايام اللي فاتت على الانديه اللي هي المصلحات الخاصه بحقوق البث وحقوق اللاعبين اللي طرف الاتحاد المصري لكره القدم. النادي الاهلي النهارده مشكورا حاج محمود. الو. ايوه معاك يا حاج، معاك اتفضل. كمان يا سيف. مع حضرتك. النادي الاهلي النهارده بيسوي معانا 11 مليون جنيه في شيكات، 6 مليون لموسم 2015 2016، 15 مليون بتوع الموسم الاولاني الدوري، حوالي 1,400,000 برزنتيشن جابهم، و2 مليون و200 جاب لنا حوالي 11 مليون جنيه شيكات خاصه بحقوق بس موسم 2014 2015 و2015، وخد الكارنيه بتاعه. ما كناش واقفين برضه، احنا كنا بنقول للناس يا جماعه تعالوا سووا معانا الحسابات، ده مال عام واحنا مش عندناش. نادي الزمالك الحقيقه مشكورا بعت لنا جواب بساعات موجوده ده الشركه الراعيه، كانت وعلى هذا الاساس انا سلمتهم الكارنيه بتاع رمزي خالد ومايوكا من غير اي مشكله خالص. وجيت ان الشركه بتقول ان المستشار مرتضى منصور قال لا الفلوس موجوده، طرف احنا لا ندفع الفلوس، والجواب ده كان لم يكن. ان الفلوس موجوده. مين اللي هيدفع فلوس؟ الزمالك بقى اللي هيدفعها، مش النادي. بعد ما الزمالك باع الجواب قال ان الشركه الراعيه هتدفعها. ايوه بالظبط كده، والشركه الراعيه بتقول ان عندها جواب من الزمالك ان هو الزمالك ما يخصمش حاجه للشركه الراعيه، على اساس حاجه وان هو هيسوي حساباته. هنا جت المشكله. تمام يا جماعه، من الصبح بيكلمني كابتن حازم، بيكلمني الناس يا جماعه بعد اذنكم انا سلمت اللعيبه كلها وعملنا باستبدال، هاتوا لنا الشيكات اللي هي او الجواب يروح يسلم الشيكات الخاصه، والمبلغ مقتطع، يعني المبلغ مقتطع، واحنا خاطبنا البرزنتيشن بالتحفظ. كابتن حازم مين يا حاج محمود؟ حازم امام بيكلم حضرتك على ايه؟ على موضوع ايه؟ على موضوع في قيد جديد للعيبه. انا قلت له ما عنديش مشكله بس خلصوا لنا الشيكات دي. يعني حضرتك دلوقتي موقف قيد اللعيبه الجداد على الشيكات؟ بالظبط كده. بالظبط كده. تمام. طب حضرتك في سؤال تاني، اللعيبه بقى القديمه اللي ليها مستحقات زي عبد الواحد وفتح الله عندنا كل اللعيبه. بص حضرتك، جميع اللعيبه النهارده النادي الاتحاد النهارده خلص مستحقاته كلها، واللعيبه والمصري والفلوس دلوقتي كل الداخليه كلها طرف الاتحاد المصري لكره القدم، وكل اللعيبه بما فيهم اللعيبه القسم الثاني والثالث الانديه جابت شيكات وجابت فلوس اتنزلت عن المستحقات بتاعتها الاتحاد اللي هي الدعم ال 40,000 جنيه ل 2020
مقابل سداد مستحقات اللعيب، ما عنديش حاجه خالص. لا انا بتكلم على حاله يا حاج محمود معينه، بتكلم على فتح الله وعلى عبد الواحد. قلنا شهر هتخلص 12/2. هتخلص 12/2. طب اه بعد يوم بعد يوم 12/2 يحصل ايه؟ هيبقى الوقف هيبقى في شهر 6 بقى الكود الجاي. هيبقى الكود الجاي موقوف لنادي الزمالك. بالظبط كده اوتوماتيك. هل اتحاد الكوره ليه علاقه لو الموضوع مثلا في بلاغ في النيابه؟ ولا يجرؤ. لا النيابه مالهاش علاقه، وده وخالد كافه الاجراءات التظلمات، هو مالوش ان هو اللي يروح للمحكمه الرياضيه الدوليه، ودي ما توقفش تنفيذ القرار. يعني على كلام حضرتك ان خلاص ان فتح الله وعبد الواحد فلوسهم يعني يا ياخدوها يا الزمالك ما يقعدش في شهر 6. ما يقعدش العوام الجديد. لو ما حلش الموضوع ودي نفس الكلام بالنسبه لكوفي. جه النهارده موضوع كوفي احنا واخدين القرار 15/10 واديناهم مهله شهر للسداد، وهو جاي النهارده تظلم انت عارف حضرتك خلال 10 ايام. وانا هقبل التظلم ازاي اصلا وهو دلوقتي جاي يتظلم يقول لك ان احنا واقفين؟ انا مش واقف التظلم. انا ودينا لكم الورق كله ان هو اللعيب وعدنا لكم الفاكس على مكان عمله في النادي. هو جه قال ان محدش عرض عليه الفاكس. طب هنعرضه على اللجنه. طب هل حضرتك النهارده، انا قدامي الخبر ان المستشار مرتضى منصور كان في الاتحاد النهارده مع وفد من نادي الزمالك، هل حضرتك النهارده حصل جلسه معاه؟ كلمني انا اللي جه النهارده كذا محامي موجودين عشان يأيدوا اللعيبه، وقالوا ده مش قانوني وبتاع وحاجات من دي يعني، ومشوا على طول يعني. وايدوا ولا ما ايدوش؟ لا ما ايدوش. طب ما حصلش اتصال بين حضرتك والمستشار مرتضى منصور لانهاء الموقف؟ هي ما صلتيش حاجه. اللي كلمني كل اللي انا بقوله هسيب بعدين حضرتك. هو ايه المشكله؟ اذا كان النادي هيدفع الفلوس، انا ما اعرفش، انا مش عايز اخش طرف مع الشركه يعني. انا ما ينفعش ابعت جواب للشركه وخلي الشركه تقول لا ده هو قال لنا ما تدفعوش. طب الجواب ده راح ازاي؟ الجواب ده مضي عليه ختم النادي ودير النادي. المفروض الشركه مع احترامي الكامل لا تلتزم بالدفع بالجواب اللي جالها، لكن انا يعني بصراحه مش عارف ايه اللي بيحصل بصراحه يعني. انا معايا جواب بعته للشركه ممضي من ختم النادي ومضي عليه مدير عام النادي بيقول ادفعوا مستحقات الاتحاد ب 15% لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم. يقول لي لا ده بيقول بعديها ان لا ما تدفعوش. طب ده كلام مش مقبول من الشركه ولا مقبول من النادي. يعني انا قصدي الامور سهله يا حاج محمود. انت علاقتك كويسه بالمستشار مرتضى ومحمد كامل. انا بص والله العظيم جدا يعني انا اللي عملته يعلم الله سبحانه وتعالى. انا ما اتاخرتش على اي واحد من الانديه، لكن نتمنى ان احنا يعني الناس تقدر الاتحاد المصري لكرة القدم، والناس احنا بقى يعني ما احناش ضعاف، احنا ناس محترمه بنحافظ على المنظومه الرياضيه، بنحافظ على حقوق الانديه وحقوق الاتحاد على مسافه واحده من كل الانديه، لكن بالالتزام والناس كلها ملتزمه معانا. والحقيقه والزمالك اكثر نادي ملتزم، ما فيش شكوى باللاعبين. جه موضوع شريف علاء راح بتروجيت والزمالك مرتبط بعقد 4 سنين ونص، خلصنا له ورقهم واللعيب اتنزل عن مستحقاته. يعني الحمد لله ما فيش مشكله. نادي الزمالك الحقيقه من اول ما اشتغلنا عندي موجود خالص، الا موضوع ال 15% دي. احنا يعني ال 15% بتوع السنه اللي فاتت كان 6 مليون جنيه يا كابتن. انا خدت 3 مليون بس يا سيف، وخصمنا 3 مليون من مستحقات النادي اللي لسه ما جاتش. يعني هو ما اتاخرش خالص، هو قال لي هندفع 3 مليون. السنه دي الميزانيه استوت خلاص في خط كامله. وهو كمان اللي حاصل ان نادي الزمالك خد شيكاته ونادي الاهلي خدوا شيكاتهم كلها ناقصه 16%. يعني جدولوا شيكاتهم مع الشركه الراعيه بتاعت السنه ل 40 مليون جنيه مثلا كاملين لغايه اخر السنه. فايه المانع ان يجوا لنا شيكاتنا وانا مش طالبينها شيكات نقديه؟ هي محتاجه يا حاج محمود، وده سبب نجاح حضرتك الفتره اللي فاتت الحقيقه، ان حضرتك على علاقه طيبه بالجميع فبتحل. كلمني المستشار الاستاذ احمد مرتضى وقال لي انا الشيكات دي هجيبها حاضر. كلمني اسماعيل يوسف وقال لي الشيكات دي حاضر. وبعدين بلاقي بطلب الشركه الشيكات جايه، قالوا لا ما فيش حد يقول كده. فهي دي النقطه بس. اتمنى بس الموضوع يخلص مع الشركه. احنا فاتحين لغايه الساعه 12 الا 5، السيستم هيقفل الساعه 12 بالظبط. لسه قدامنا 5 ساعات وشويه. ده القصه اللي حضرتك بتقولها دي يا حاج محمود كلها فاضل لها 5 ساعات. 5 ساعات. اتمنى من خلال حضرتك يعني جواب يروح في الشيكات او يقولوا لنا الشيكات سلمها لنا بكره واحنا تحت امرهم. احنا هو الزمالك عنده تأييد مايوكا ولا حد تاني يا حاج محمود؟ لا مايوكا ورمزي خالد اديت لهم. هم في لعيب ممتاز، لعيب ناس تحت السن و5 لعيبه تحت السن بس. انا ما وقفتش حاجه خالص يعني. لا يعني الزمالك فاضل له كود 2. استلم كارنات مايوكا واستلم كارنات رمزي خالد.
ده يأيدهم خلاص يعني. استلموا الكنات يلعبوا في اي وقت. اما الزمالك عنده مشكله في ايه في الخمس ساعات دول؟ احمد حسام كلمني وكلموني وكابتن مرتضى منصور اللي هبعت لك جواب بالشيكات وخلص الكنات. حاضر، بعتنا الشيكات وبعت الجواب فعلا بالشيكات، بعته للشركه الراعيه، قالوا لي ان هو طلب تاني، قال لا ما تمشوش الجواب. يعني ده موضوع مزعلني، يعني كلام حضرتك كده ان الزمالك ايد خلاص واخد كرنيهاته، صح؟ انا ما بتاخرش في حاجه، ما وقفتش حاجه اساسيه، انا بقول بس عايزين الشيكات. يعني انا الاول ايدت اللعيبه وبطلب الشيكات يا سيدي. انا عارف دايما الانديه الجماهيريه نفس الكلام مع النادي الاهلي، كلمتهم الكارنيه بتاع عمرو السوليه الحقيقه والناس جابوا الشيكات. انا مش رابط دي بس انا دايما بضغط بعسسهم دي، بس ايه يا جماعه بعد اذنكم انا دايما خلص لكم حاجتكم، هاتوا الحاجات الخاصه بدي. دي طبعا الاثار السلبيه للبث الفردي. انت عارف لو البث جماعي كانت بقى تحصيل الشيكات بطريقه افضل من غير انك انت توقف او تعمل او لكن احنا هو ده الوضع القائم حاليا، ودي الادوات اللي قدامنا ودي العلاقه اللي موجوده مع الشركه وبنحاول نحلها يا سيف. يعني حضرتك قدمت الخير باليمين ومستني ان هم يعني ايه بقى خلاص يبقى في التزام. اسالوا والله، اسال كويس، واسال حازم، تمام، ومريوك وحمدي من غير رسوم والله. والنادي الاهلي نفس الكلام، تمام. الباشمهندس محمود طاهر قال لي انا عايز كارنيه بتاع السوليه، بعته فورا. في انديه كبيره كلها وانديه كلها ما بتاخرش عننا في حاجه. تمام، كلام يعني كلام الحقيقه كلام كويس، وان شاء الله باذن الله تمشي الامور برضو بسكه هاديه وبطريقه كويسه. الاهلي والزمالك انديه كبيره ولازم يبقى هم القدوه، هم الرموز يعني. حاج محمود برضو معايا ازمه ثانيه في الاتحاد السكندري ما بين الاتحاد وسموحه. هل جده الصغير في ازمه ما بين الاتحاد وسموحه فيه، ولا العلاقه ما بين الاهلي وسموحه؟ اللي هو لا خالص، الموضوع خلاص. النهارده الاتحاد السكندري جه سدد المبلغ كامله، حتى المبلغ اللي الفرق خلص، وخدوا الشيك بتاع عمرو ورده اللي كان راجع من سنه النادي الاهلي، وسوينا معاهم مع دكتور محمود بشكره. كل الانديه خلصت النهارده. الداخليه دفعت 15%، الشرطه دفعت بتروشيت، كل الانديه دفعوا النسبه بتاعتهم، والباقي اتنزل عن مستحقاته. جالنا جواب من الشركه الراعيه بالشيكات الخاصه بالانديه الثانيه. 16 نادي 100 ما عدا عندنا ناديين بس دلوقتي فيهم مشكله، اللي هم اسوان ووادي دجله، انهم لسه ما تفاوضوش مع برزنتيشن، فما خدوش ال 15% بتاعهم، واحنا منتظرين يجيبوا لنا نسبه، لانه لسه ما تعاقدوش مع مش التعادل مع بس ما عندهمش مشكله في القيد يا حاج محمود دول؟ لا ولا نادي ولا وقفت ولا نادي. يعني القيد عدى على خير الحمد لله، وكل الانديه ايدت، مفيش مشكله. هو خلاص بقول لحضرتك يعني النادي الاهلي النهارده لما يجيب لنا 6 مليون بتوع السنه دي و4 مليون بتوع السنتين اللي فاتوا، يعني 10 وشويه مليون، كويس جدا طبعا، كويس. والنادي الاهلي والزمالك برضه مش متاخر. بس انا بقول لحضرتك، انا بقول لك على المفاجاه. انا النهارده معايا جواب، الزمالك بعت لي جواب قبل ما اخد الكارنيهات بتاعت رمزي خالد، لان الفلوس اخدها من الشركه الراعيه اللي هو 15%. الشيكات ما جاتش، فطلبنا الشركه الراعيه، قالوا انهم غيروا موقفهم. ده اللي انا مش لاقي له مبرر بس. لا يعني ان شاء الله باذن الله تتحل، يعني ان شاء الله تتحل ان شاء الله. بشكرك يا حاج محمود، شكرا جزيلا. الحاج محمود الشامي عضو مجلس اداره اتحاد الكره. بكده الاهلي ايد والزمالك ايد، والقيد فاضل له